عيدنا هنا غير، ولياليه فرحة وسمر. عيدنا هنا كله خير، الناس عايشة فيها الأنس والسهر. يا مرحبا باللي بيننا الله يخليه، والله يرحم اللي كان بيننا وما أنعاد عليه. العيد فرحة في كل حارة وفي كل بيت، ولو ما انبسط في مكان ثاني لازم تكون عندنا تهنيت. في كل حارة من حوارينا تشوف برزات زمان، والمزمار والصهبة والعجل تلاقيه عندنا في كل مكان. هذا عيد الحجاز ترى مو أي عيد، الكل فيه لازم يكون مبسوط وسعيد. في العيد من جنوب الطايف لشمال المدينة مستحيل تطفش أو تمل أو تكون حالتك حزينة، وإذا رحت من عندنا لازم ثاني مرة ترجع تجينا. عاداتنا وحوارينا وأكلاتنا وفي كل أوقاتنا تكون حلوة وجميلة. في العيد شوف البزورة يدوروا في الحارة، يلموا العيديات من الجار والجارة، وياكلوا حلاوة ليمونية ولوزية، ويلعبوا في المراجيح بشطارة. في العيد حتى فطورنا يحليل وينحب، تشوف هنا المنزلة والسلات وعيش الحب، وهناك الدبيازة والزلابية، وتلاقي الأنبة هنا على جنب. ايش نقول وايش نحكي عن أفراحنا، هذا هو العيد في حجازنا. يا سعدنا ويا بختنا فيه ويا هنانا. مهما اختلفت العادات واللهجات في مدن الحجاز، إلا أن يبقى الرابط المشترك هي الأجواء، لأنها بالفعل أجواء غير. في عادات عندنا ما تصير إلا في العيد، زي البرزات. البرزة عبارة عن صيوان كبير يصير في الحارة، يتجمع فيه عمدة الحارة وأعيان الحارة ويتعايدوا فيه، ويسووا بعض الألعاب الشعبية مثل المزمار والصهبة والعجل وغيرها من الفنون الشعبية. كل سنة وانتم طيبين. والله زمان زمان يا عود ما قلبتك الايادي، زمان ما تلاقينا ولا قلنا. كل سنة وانتم طيبين بالعيد الجديد هذا، عيد الفطر المبارك، جعله الله ان شاء الله عيد قبول، وان شاء الله يرزقنا ربي بأجر ليلة القدر اللي الله سبحانه وتعالى يكرمنا بها ويكرمكم بها. كل سنة وانتم طيبين بعد غياب، وإن شاء الله يعني كده يعني استبشرنا العيد ببشاير وبفرح وبحوائج جديدة كده، واللي ما عنده حوائج جديدة قيدها جديدة من زمان يخليها جديدة. العيد هو مو لبس الجديد، لا، العيد هو التسامح، العيد هي المحبة، العيد هو الوصال القرايب، العيد هو تواصل أهلك، تواصل أخوك اللي مزعله أو زعلان منه، تواصل أمك اللي مقاطعها، تواصل أبوك اللي أنت يعني إيش يعني بعدت عنه من يوم ما تزوجت، تواصل أختك، تواصل أقاربك، تواصل أرحامك، وهذا كله بأجره. أي حاجة تعملها كله بأجره. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. حيهم يا هلا، يا هلا بالشباب، يا هلا يا هلا يا هلا. كل عام وانتم بخير. يا هلا يا هلا من العايدين. كل سنة وانتم طيبين. كيف حالك؟ يا هلا من العايدين. يا هلا كل سنة وانتم طيبين. يا هلا. استريحوا حبايب. يا هلا. أظن تعبتوا من المعايدة الجلنكاكة على رجولكم. لا والله كله بالجوال يا سيدي. أبو محمد. ولا كمان بالسيارات؟ لا 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 فالجوطة كيف؟ لا الله يرضى عليكم. لا هي صحيح يعني
انه الدنيا توسعت، الله يوسع رزقكم ورزقنا والمسلمين. وصحيح انه يعني تبحبحنا في الخلا والبر وخارج المدينه، وانما لازم على الاقل بالسياره. يعني خلاص دحين التلفون، يعني انت اكتفيت بالمعايده بالتلفون. طيب ودحين اهو زي انت جيتني انا رايح بخششك اديك العيديه، صح ولا؟ طب احنا جينا عشان كده يا سيدي. جينا نسلم عليك اهم شيء. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. الله يجعلنا وياكم من عواد ان شاء الله. تعال يا حبيبي تعال، كل سنه وانت طيب. اول كان قرش، وقبل القرش كان هله، وبعدين صار قرشين، وبعدين صار ربع ريال، وبعدين صار نص ريال، وبعدين صار ريال، ودحين 100 ريال 200 ريال 500 ريال، وما تملي عين البنت ولا الولد. اهلا اهلا حبيبي، والله هذه بنت بنتي لسه ما جات الفكه ولا كان بخششتك. جات الفكه ولا وقفت؟ لا المؤسسه عندكم قافله. لا 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 ما جات الفكه لسه، راح يصرف الولد. إلى دياري إلى دياري رأيت فيه نبي جمال سلمى يا ليل. عم حسن وانا صغير كنت اسمع ست تقول الليله اليتيمه، ايش هي الليله اليتيمه في العيد؟ ايوه هذه الليله اليتيمه اللي الناس يجخوا نوم وما يقوموا لا قيام ولا صلاة الفجر، ولا يكون بيدبكوا يعني اللي توبه ما خلص، اللي كندرته ما خلصت اللي هي الجزمة سميها كنترة، اللي مداسه ما خلص، اللي إحرامه شاله يعني غترته أو كذا ما لقيها، المهم يعني يصيبه وانا يروح نايم. هذيك الليلة ما حد يقوم، الناس كلها نايمه عشان كده يسموها الليلة التي أديم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أطل منتعش الأهداء كالغيد مرقرقا يتهادى كالعناقيد. أطل فجرا وليدا في مواكبه بلابل تتغنى بالأناشيد. أطل فجرا وليدا في مواكبي بلابل تتغنى بالأناشيد. عيد سعيد مرحى بغرتي حيوه
بالفل والريحان بالفل والريحان والعود صلوا عليه. هذه هي أجواءنا في العيد. إذا عجبتكم اعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير، وكل عام وانتم بخير. أديم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة. يا حبايب حياكم الله على ما قسمه الله. البيت بيتكم، اعتبروا نفسكم انتم أصحاب البيت وأنا الضيف. أطل منتعش الأهداب كالغيد مرقرقا يتهادى كالعناقيد. أطل فجرا ولي